بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلى على الحبيب قلب خطيب مع قناة حبيبي واخويا رضا السن بن حبيب من قلب السوق السيدة عائشة. ازيك يا استاذ رضا؟ حبيبي وحشني. شفاك الله وعافاك اولا. حبيبي اتفضل يا عم. حاجة ساعة اللي احنا مش ممنوعين منها. هو عايز يشربها. تعالى كوكو. طبعا الحاجات دي طيران حر بفضل الله. الله اكبر. اشرب يا عم. هات. اشرب يا عم. بسم الله ما شاء الله. شاي قهوة. اللهم بارك. حلويات اهي. تفاح امريكاني اخضر اهو بفضل الله. احجام جامبو. طبعا مشرفنا اخويا وحبيبي كريم كيمو. حبيبي الشيف كيمو. جنبه برضه. كريم جامبو. الله اكبر. ربنا يبارك لصاحب نصيبهم يا رب. طبعا الحاجات دي طيران حر مفيش قص الحمد لله. كوامل بفضل الله. ده الولد دي البنوته اعمار سنه تقريبا. بسم الله ما شاء الله. واللي هيجي الهديه بتاعته سلسلتين تحف بتوع بغبغانات. الحاجات دي مش موجوده اصلا في السوق، ده شغل قديم. طبعا النهارده كان في لم وفي تداول كتير على حاجات معينه وفي حاجات نواقص بفضل الله. طبعا معلش جيت متاخر شويه. تم تسليم كوكتيل، تم تسليم ضره اللاتيني اللي احنا كنا شايفينها الفيديو اللي فات اتصورنا بيها امبارح في القناه بتاعتي. تم الحمد لله للاستلام. ربنا يبارك لصاحب النسيب. المطلوب الايام دي بجد فعلا ومش لاقيينه الكناريات. اسعار رفعت جنونيه. اسعار جنونيه بالنسبه للكناريات. هو الموسم بتاعها المفروض ان هو بدا بقاله شهرين ثلاثه. ما شفتش ناتج لغايه دلوقتي. الناتج في الكناريا السنه دي ما شفتوش. لسه الله اعلم بقى. الناس مخليه مش عايزه تنزل. ما نعرفش لسه. بس يا كوكا عيب. ماشي عيب. طبعا انا لما بتكلم البغبغان حاول ان انت تكلمه. بغبغان زي الطفل لازم يتعلم منك كل حاجه. غلط صح حلو يا كوكو وحش يا كوكو. فانا ما بتكلمش كده هباء. طبعا هم عندهم غيره شويه من بعض. لما يشوف ده بيبوسني الثاني لازم ايه يقرب. ايه ده يا عم بيتكلموا يا خان؟ الله اكبر. تفاح الاخضر الامريكاني. حاجات بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب نصيبها. زي ما احنا شايفين حاجات هاديه. تاكيل يدوي. طيران حر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ربنا يبارك لصاحب نصيبهم. حاجات هاديه يعني. طبعا بفضل الله. كوكو طبعا امن الاطفال زي ما احنا شايفين. اي حد بيحب يدرب اي حاجه زي كده بيبدا بالتدريب. فالله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يعني زي ما احنا شايفين كده. في حاجات احجام زي ما احنا شايفين. معانا برضو مجموعه يمام. ده اليمام البولندي. الجزء بيتباع ب 450. احنا بنقول ب 350. اجواز الله اكبر كبيره بفضل الله. معانا برضو ده حبيبي واخويا الحاج عادل النسر اشهر مربي بغبغاوات استاذ الدره. ربنا يبارك له في صحته في ماله وفي اولاده. وبسم الله ما شاء الله بيربي الحاجه لمزاجه هو مش حته فلوس وخلاص. لمزاجه هو. والله اكبر. ربنا يبارك له في صحته مش فارقه معاه فلوس والله. ربنا يبارك لك يا حاج عادل ويرزقك الرزق الحلال. طبعا اليمام ده من الحاجات اللي الله اكبر عليها. الناس بتحبها عشان صوت. هي كوكو لا بيشرب عرقسوس اهو وحاجه ساقعه. الله اكبر.
نشرب احنا كمان. طبعا اليمام الامري في ناس بتبيعه كتير قوي ب 450 جنيه، احنا بنقول النهارده ب 350 عرض. معانا بفضل الله سلمنا بقى الدره اللاتيني والكوكتيلات، معانا الدكر الهندي هو فيه جزعه في رجليه وليه عليه عرض جامد قوي اللي حد عاوزه. كان سليم والله، بس هي العجزه في رجليه ما اعرفش ايه اللي حصل فيه، فسعره المفروض ان هو 3000 ونص، هيوصل ل 2000 جنيه ان شاء الله، 2250. معانا مجموعه كوكتيل، ده كوكتيل برونز فالو، بسم الله ما شاء الله. الحاجات دي من حوالي 10 سنين بعت فيها بحوالي 7000 جنيه لإخوة سودانيين. كان ذكر برونز والنتاية بصمة باعوا ب 7000 جنيه، يعني الكلام ده من 10 سنين، فكان المبلغ يعني بسم الله ما شاء الله. النهارده ب 1000 جنيه. طبعا البالفالو مش كتير في السوق، فهو ده اللي موجود حاليا دلوقتي، هو ذكر، ربنا يبارك لصاحب نصيبه، عامل 1000 جنيه. الفترة اللي فاتت طبعا كان الناس بتدور على الكوكتيلات، في كوكتيلات كانت بتتلم، طبعا البرونز ده قليل قوي. معانا برضو الوايت فيس والايزابيل، الحاجات اللي بتبدا من 600 650 700، الحاجات اللي رايقه. معانا مجموعه فولل بتبدا من 175 200 250 حسب نوعها وحسب تصنيفها. معانا بقى مجموعه البادجي وتركيبات الشكر الرصاصي تبدا من 300 350. معانا طبعا كان في ميه هنا، احنا شلنا الحاجه وحطيناها كلها مع بعض قوس الرحمن مع التركيبات الشكري. في البادج العادي بيبدا من 250 ل 300 على حسب الحجم او الصحه، بسم الله ما شاء الله. في جرينات بقى بتبدا من 5000 لغايه 7000، يعني ده بخمسه. دي الحته كويكر عامله 3.5، ده الجوز عامل 6، والجوز ده عامل 7.5. في جوز كويكر كبير شغال جاهز للشغل بسم الله ما شاء الله متوالف، عامل 7000 جنيه، ربنا يبارك لصاحب نصيبهم. وفي قصر درام عليه عرض جامد قوي، كنا بنتكلم في 3 و3 الا ربع، لا هنتكلم في عرض وخصم جامد جدا عليه، ربنا يبارك لصاحب نصيبهم. سعر مفاجاه يعني ان شاء الله. في اوبلاين اورنج جوز بيتباع ب 2000 ونص و2400، هنتكلم في 2250، ربنا يبارك لصاحب نصيب، حجم وصحه وصبغه الله اكبر. معانا بقى الزبره ان شاء الله بتبدا بقى من 350 400 وحاجات الوان وفواتح. وفي الامام الماسي من 500 600. في زبره احجام وهاف اورنج وسرين كام، الجوز بيبدا من 500 ل 1000 او 750. السيلفر بن والفراوله 120 175، ربنا يبارك لصاحب نصيبهم، الله اكبر. في جوا الفون دي ان سعرها نزل، كانت بتبدا من 2700 و2800 2000 ونص 2250، النهارده ب 2000 جنيه. وبرده في خصم حلو قوي للي هيجي ياخد. ربنا يبارك للجميع. بتتكلم عن كناريا. كناريا طبعا شحت من السوق جامد جدا، مش موجوده واسعارها رفعت جدا. في ناس كتيره بتدور على الكناريا واسعار يعني انا شايف ان هي مبالغ فيها شويه، يعني النهارده الحته وصلت 900 و1000، كنا في سبيل ان احنا كنا بنبيعها ب 600 و700، النهارده بيتكلموا فيها حته ب 900 وب1000، فانا شايفها يعني الصراحه كتير قوي. طبعا هي اتعملت كده عشان التصدير، فان شاء الله لو ربنا اراد وتوفر كناريا هنبقى في السعر المعدل بتاعنا، ربنا ييسر ليها. كانت في معلومه احنا قلناها بالنسبه للتفريخ، الزغاليل في ناس كتيره بتحط بتادين زي التهاب السري بتاع الاطفال، فربنا يبارك الناس بتعمل بتادين طبي وبتحاول ان هي تظبط مخرج او مكان الزغلول الصغير دوت، بنحط له بتادين.
ففي ناس كتير قوي خايفه من الموضوع ده. البتادين ممكن نحطه في قلب الميه كمان، نقطه في قلب الميه تتشرب منها وما تخافش، وامنه جدا وعن تجربه بفضل الله. طبعا حته الحاجات دي بتبقى تجربه شخصيه مننا وبتاعت شخص بفضل الله، فربنا يبارك للجميع وكل واحد ليه راي، وبسم الله ما شاء الله. يعني انا التجربه ناجحه معانا والحمد لله، بفضل من ربنا اولا واخيرا. نقطة في المية زي ما اتفقنا ان شاء الله هجيب تنهي عن اي امراض معوية بفضل الله.